القائمة النسبية لا ما اعرفهاش برضه. بمعنى؟ القوائم انا عن نفسي مش عايز اعلي عليها لان انا برفضها. لا مش عارف. القائمة النسبية كيف يعني؟ نظام القايمة أحسن من النظام الفردي علشان ما يجبرناش لعملية العائلات والقبائل ونرجع تاني بنطلع كده بعملية إيه؟ يعني كل مجموعة مثلا ممكن تختار واحد بقى من البلد، هنرجع تاني للوضع الأساسي ده بمعرفة فلان وده قريب فلان والسهاري اللي هي مش حضرتك كله وراه غش. مفيش غير الإنسان لما يكون ماشي صح هي اللي هتبقى ماشية صح. الفردي والقايمة. طرق الترشيح في البرلمان كتيرة، ممكن نجمعهم بالصلاة على النبي في 3 أقسام رئيسية: النظام الفردي، القايمة النسبية، والنظام المختلط. أولا النظام الفردي، وده بيعمل بيه في أمريكا، وده النظام الانتخابي المعمول بيه في مصر حتى الآن. في النظام ده بتبقى المنافسة ما بين أفراد في دوائر صغيرة، وانت كناخب بتروح تختار بني آدم زيد أو عبيد. يعني مثلا تخيل انك في محافظة اسكندرية ودي فيها 5 دوائر: سيدي جابر والرمل ومحرم بيك ومينا البصل والمنشية. لو انت من سكان سيدي جابر مثلا بتنزل تنتخب بني آدم يمثل سيدي جابر وبتختاره بنفسه، يعني بعينه، يعني بذات نفسيته. يعني بتروح تلاقي ورقة زي دي، تختار واحد من المرشحين واللي بياخد أعلى الأصوات ينجح. عيب الانتخابات الفردية إن نسبة كبيرة من الأصوات مش بتأثر في النتيجة. يعني مثلا لو كان في 2 مرشحين، واحد أخد 60% والتاني 40%، الأولاني هو اللي يكسب. و40% من الأصوات مش هتأثر في تشكيلة البرلمان. ثانيا القائمة النسبية، ودي الانتخابات فيها بتكون بين القوائم أو اللست مش الأفراد، واللستة الواحدة بيكون فيها أكتر من فرد. يعني مثلا لو انت برضو من سيدي جابر بتروح تنتخب انت وكل أهل اسكندرية، بتختاروا قائمة من القوائم اللي نازلة الانتخابات، وكل حزب أو مجموعة مستقلين يشكلوا قايمة. يعني بتروح تلاقي ورقة زي دي، وكل قايمة بتاخد عدد من المقاعد حسب نسبة الأصوات اللي جات لها. يعني لو هم 5 مقاعد وفي حزب خد 40%، يبقى ياخد مقعدين من 5 وهكذا. وميزة نظام القايمة إن كل اللي أخد أصوات بيتم تمثيله، على عكس النظام الفردي اللي أكتر واحد بس هو اللي بيمثل. وفي نوعين للقوائم: واحد القايمة المغلقة، ودي اللي المرشحين فيها بينجحوا بترتيبهم في القايمة. المصوتين لازم يقبلوا المرشحين بترتيبهم، ما يقدرش المرشح يقدم حد في القايمة على حد تاني. فلو الحزب التنين خد 20% من الأصوات، لازم أستاذ جهاد هو اللي ينجح، ولو خد 40% يبقى جهاد ويحيى، وهكذا. 2 القائمة المفتوحة، الصوت بيبقى للشخص والحزب، وبعد اختيار الأحزاب المرشحين بيتم اختيارهم حسب أكترهم أصوات داخل القايمة الواحدة. يعني انت بتعلم علامتين، واحدة على الحزب اللي انت عايزه وواحدة على الشخص اللي انت عايزه جوه القايمة. فلو الحزب مثلا اخد 40% يبقى ليه مقعدين في البرلمان، يشوفوا مين اعلى 2 جوه القايمة اخدوا اصوات ويدخلوهم المجلس. ثالثا النظام المختلط، وده بيطبق في ألمانيا وبوليفيا ونيوزيلندا وفنزويلا والمجر. الناس بتصوت في ورقتين، الورقة الأولى ممثل للمنطقة، شخص زي النظام الفردي، وده بيمثل نص عدد المقاعد. الورقة التانية قايمة، مجموعة أشخاص زي نظام القائمة، وده بيمثل النص التاني.